السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ واش راكم بروكه وحاجات معطله؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحوال جيده. حبيت نشارك معكم بمناسبه العيد الاضحى طبق ديال اللحم في الفران بالاعشاب وكيجي غزال ومنسم. ندوز نشوف المقادير. عندي هنا الملح، واحد الربيطه ديال اليازير، وريقه سيدنا موسى، والثومه، الزعتر، وعندي القزبر حبوب اللي هو مدقوق ديجا، وعندي شويه البزار والسمن والزيت البلديه. اللحم على حسب القياس اللي حبيته. مهم ندوز نشوفوا الطريقه اللي هي طبيعه الحال كاع العيالات كيعرفوها وكاع البنات، ولاني انا حبيت نشارك التجربه ديالي كنتمنى تعجبكم. اللي هي بسيطه. عندي هنا الطاوه، نزلت ورق الالومنيوم، من بعدها ورق ديال الفرن. هنا غناخذ العريشات ديال اليازير، ورقه سيدنا موسى، وحبذا لو كانت طريه لانها كتكون النسمه ديالها غزاله احسن من اللي كارمه واللي بطبيعه الحال على حسب المتوفر. هنا خديت الثومه، بالنسبه للبنات استعملت 4 رويصات، كل واحد على حسب القياس. كانت عندي تقريبا 3 كيلو ديال اللحم. من فوق هاد الاعشاب هذه غادي ننزل الحيمات اللي انا قطعتهم، ما خليتش الكتف كامل، قطعت طريفات. مهم غادي نحاول ننزلهم بطريقه متساويه في الفران باش يطيبوا مع بعضياتهم متساويين. من بعد غادي نضيف واحد معلقه صغيره ديال البزار. هنا البنات انا ما استعملتش العطريه، حبيت يبقى النسمه ديال الاعشاب هي اللي عاطيه. هنا خديت تقريبا معلقه ونص ديال القزبر حبوب. صراحه الله كيتماشى مع الغنمي بزاف، وكينقص من هذيك الجهد ديالو، هذيك الريحه ديال الجهد ديال الغنمي. وغادي نضيف هنا واحد الكميه مهمه ديال الزعتر. ما تخيلوش البنات على نسمه كتجي الحيمه بالاعشاب، لانها كتخرجي على النطاق ديال الطبيعي دائما اللي هو الحيمات في الفران بالعطريه. هنا البنات هنا خديت انا ضفت السمن، واللي ما كتبغيش بطبيعه الحال ماشي ضروري، كاين اللي ما كيبغيش السمن بطبيعه الحال على حسب الاذواق. هنا غادي نزيد زيت البلديه تقريبا واحد نص كاس صغير، والملحه على حساب الذوق بطبيعه الحال. هنا كملت الطريقه كامله ديال المقادير. غادي نغطي، نحاول نلفف مزيان الطاوه من الجوانب مزيان، لان ملي كيتلفف مزيان اللحم كيطيب في البخار ديالو، وهو كيطلق هذيك المويه ديالو هي اللي كيطيب فيها. المهم نحاول نجمعه من جميع الجوانب. هنا ديجا البنات انا شعلت الفران وكان سخون بطبيعه الحال مزيان. عاد نقصت ليه درجه الحراره، خليته تقريبا على 160 درجه، واحد 2 سوايع ونص، 3 سوايع. من بعد الوقيته ديال هاد تقريبا الوقت اللي احتاج، جبت الحيمات. كانوا صراحه الله طايبين، تقريبا المده ديال 3 سوايع قل شي حاجه، كانوا طايبين غزالين، لا في اللويان ولا في انه طايبين فتيين. يعني كان الفران لا المهل بطبيعه الحال. هنا البنات غنحاول نحيد الكارطه ونحيد الالومنيوم، وغادي نرجعوا الفران غير باش ياخذ لي اللون الذهبي. هنا كان موجود واحد 5 دقائق ما كاملاش. المهم هذا هو الطبق ديالنا البنات. بالنسبه للتقديم البنات هنا استعملت الخس، وخديت شويه خضره، مطيشه، الخيار، القريعه، الباربه، يعني اللي متوفر عندي. مهم نزلته هنايا في التبصيل ديال التقديم. كان صراحه الله واحد النسمه ما نقولش لكم غزاله. الاعشاب اللي طاب فيها كيجي رائع. جربوها البنات وانا متاكده غادي يعجبكم باذن الله. غزال في المذاق ديالو، كان خرج واحد شويه على الطبيعي بطبيعه الحال. جربوه ما عاد ندموش البنات باذن الله، وردوا عليا في لي كومونتير.
المهم هنايا البنات بالنسبه للخضره انا ما حاولت ما نسجلش الشيء الاخر بالتفصيل، لان باش ما يجينيش الفيديو طويل كنحاول ندير المختصر. المهم من بعد غادي ننزل الخضيرات اللي عندي اللي متواجد طبعا اللي موجود هو اللي استعملت. خلاص الضروري الخضره مع الحيمه ضروري وعلى حسب المتوفر. هنا قطعت الطوماط سوغيز قطعتها على نصف، درت ليها مليحه وشويه زيت البلديه، كانت اضافات غير بسيطه. استعملت اغلبيه خضره طريه. ان شاء الله شي فيديو اخر ونشارك معكم طريقتي في الخضره اللي كنصونطيها في شويه ديال الشرموله. هنا غادي نضيف الخيار حتى هو مليحه وشويه زيت البلديه. المهم غادي نستعمر هكا حتى نسالي كاع الخضيره اللي عندي. من بعد غنضيف هنا الباربه، فهي استعملت ليها شويه البزار وشويه الملحه وشويه الزيت البلديه بطبيعه الحال وشويه المعدنوس. هنا من غير القرعه كورجيت اللي قطعتها طريفات وصوتيتها في القليل من الزيت البلديه وشويه الملحه وشويه الزعتر، كتجي غزاله. شي نهار نشاركها معاكم الخضره الطريقه ديالها كيفاش كنصوتيها كامله. مهم البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق اللي شاركت معكم. تنتمنى البنات تجربوه وردوا عليا الخبار، تنتمنى يعجبكم واكيد غادي يعجبكم باذن الله، غير جربوه. المهم انا حبيت نشارك معكم الطريقه ديال اللحم، وما شاء الله البنات والمراه لا يخفى عليها وانما كل واحد كيشارك بالتجربه ديالو. البنات وصلنا لنهايه الفيديو، كنشكركم بزاف بزاف البنات على الدعم ديالكم للقناه، بالخصوص القنوات الصغرى اللي هي كتكون في البدايه والبدايه ديالها صعيبه بزاف. باش تلقى شويه دعم من عند الناس هذا فضل كبير من عندكم وفضل كبير من عند الله. كنشكركم بزاف. كنتمنى نشوفكم البنات في فيديو قادم باذن الله، وكنتمنى منكم فضلا وليس امرا تشاركوا الفيديو مع الاهل والاحباب ديالكم وتساعدونا بالبارطاج وبالاشتراك وبالاعجاب. كنشكركم جزيل الشكر. كنتمنى نشوفكم في فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.